السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنبدأ نشرح مفهوم الراوتينج. يعني إيه بقى راوتينج؟ الراوتينج ببساطة هو الرابط أو المسار اللي المستخدم بيطلبه عشان يخش بيه على صفحة معينة على السيرفر. يعني إيه الكلام ده؟ تعال نشوف عملي عشان الدنيا توضح أكتر. هنخش مثلا على موقع MBM. بص، دي صفحة البروفايل بتاعتي على MBM. كلام زي الفل. عايزك تركز معايا على ال URL هنا كده. أنا هضغط على برو، ركز معايا على ال URL. لاحظت ايه بقى؟ لاحظت انه ضاف لي سلاش برودكت سلاش برو. يعني ايه بقى الاول؟ وخد بالك من حاجه، ان هو اول ما ضاف لي الكلام دوت عرض لي صفحه جديده. يعني الاول كان عارض لي صفحه البروفايل، دلوقتي عارض لي صفحه ام بي ام برو. وبرضه لو انا كتبت هنا مثلا تيمز، تيمز هيعرض لي صفحه الام بي ام تيمز برضه. كل مسار معين بيعرض لي صفحه معينه. هو ده بالظبط مفهوم الراوت. زي الفل. طب ازاي نستخدم طيب الراوتنج عندنا في المشروع؟ ما تيجي نشوف. اول حاجه بس الاول تعالى نيجي في الباكج جيسون. احنا في المره اللي فاتت احنا نزلنا مكتبه اسمها نودمون. قلنا نودمون ديت اللي هي بتعمل ريفريش تلقائي للسيرفر. يعني انت مش كل ما تكتب كود مثلا وتسيف تحتاج تروح توقف السيرفر وتشغله تاني، لا هي بترفرش لوحدها. طب احنا عايزين نستخدمها، طيب يعني هنا بنستخدم نود. ازاي نستخدم نودمون؟ ببساطه انت تاخد اسمها كده كوبي وتحطه مكان نود. شفت البساطه دي؟ امال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. تعالى بقى على اندكس تاني. عايزين نعرف ازاي هنكتب الراوتنج ده هنا في المشروع بتاعنا. يعني احنا مثلا عايزين نعمل مثلا صفحتين دلوقتي. عايزين نعمل صفحه للوجن وصفحه للريجستر. لما يخش مثلا على اللوجن يقول لنا مثلا ويلكم تو لوجن ريجستر، نفس النظام. ازاي بقى نعمل الكلام ده؟ تعال نشوف. قبل ما نشوف بقى طبعا احنا عايزين نفهم حاجه الاول. عندنا حاجه اسمها، على كده اكتب بس كونسول الاول. كونسول دوت لوج. حاجه اسمها request دوت يو ار ال. ايه بقى request يو ار ال ده؟ ده بيعرض لك اليو ار ال الحالي اللي انت واقف عنده في المشروع بتاعك. تعال نشوف يعني ايه. تعال بس نشغل السيرفر ونشوف npm run dev. السيرفر بتاعنا اشتغل وزي الفل. طبعا انا اول ما اخش على الموقع مش هيفتح، هيفضل يلود، ولو انت عرفت ليه فانت مذاكر. تعالى كده نشوف. هيفضل يلود زي الفل. طبعا فضل يلود علشان احنا ما كتبناش response دوت end عشان يوقف لود. كوبي. اشتغل معانا اهوت وفتح لنا الموقع بتاعنا. بص بقى، هنا طبع لنا حاجتين. طبع لي ايه؟ طبع لي سلاش وطبع لي الفاف ايكون. الفاف ايكون ديت اللي هي الايكون دي بتاعت رياكت دي الايكون، عشان لو بتسأل عنها. هنا طبعا لنا سلاش. السلاش دي السلاش دوت اللي هو المسار اللي انا واقف عنده حالي. طب هتقول لي انت ما فيش سلاش؟ طيب او بص، السلاش دي الديفولت. الديفولت بتاعها، يعني انا كتبتها ما كتبتهاش هي موجوده. انتر. على كده سلاش برضه زي الفل. طب انا مش مصدقك يا عم، اكتب لي حاجه تاني كده. تعالى نكتب مثلا لوجن. تعالى نبص كده. كتب لي لوجن، اليو ار ال اللي انا واقف عنده حاليا. فهو ده فكره اليو ار ال. زي الفل. تعالى بقى ايه، عايزين نكتب راوت بقى. نكتب اف لو الريكوست دوت يو ار ال ايكوال يساوي مثلا سلاش لوجن. تمام. اند ركز بقى معايا في الحته اللي جايه دي. ريكوست دوت ميثود ايكوال جيت. ايه يا عم محمد، انت هتكروتنا ولا ايه ميثود وايه جيت؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ تعالى نشوف يعني ايه الكلام ده. اول حاجه دي حاجه اسمها HTTP methods. عندنا طبعا اكتر من ميثود، في جيت وفي غيرها كتير هنعرفهم دلوقتي. دلوقتي نكتب هنا مثلا، نعمل لي كده كومنت HTTP method methods زي الفل. عندنا اول حاجه اسمها جيت، وعندنا حاجه كمان اسمها بوست، وحاجه كمان اسمها بوت، وحاجة كمان اسمها باتش، وحاجة كمان اسمها ديليت. في طبعا حاجات تانية كتير بس دولت المشهورين واكتر حاجة يعني ايه بنستخدمهم يعني. زي الفل. الجيت دي بتاعت ايه بقى او بتعمل ايه؟ الجيت ديت بتعرض، من اسمها كده بتجت بيانات بقى، تجت صفحة، تجت اي حاجة. فهي دي جيت يعني بتعرض. يعني ايه برضو؟ يعني هنا دلوقتي هنا بتعرض صفحة ام بي ام مثلا. في الصفحة دي لما عرض لنا صفحة الام بي ام فعملت جيت عشان تعرض لنا الصفحة دي، وهكذا. طب البوست، يعني البوست دي بتبعت بقى بيانات.
يعني مثلا في صفحات التسجيل الدخول زي لوجن وريجستر والكلام ده احنا بنحتاج نبعت بيانات زي الايميل مثلا والباسورد بتاعه. زي الفل. البوت والباتش الاتنين دول بيعملوا ابديت للداتا. طب هل في فرق بينهم؟ في فرق بينهم. البوت بتعدل الداتا كلها، اما الباتش بتعدل جزء من الداتا او بتعدل الداتا كلها برضه. كلام جميل، يعني دي بتعدل الداتا كلها ودي بتعدل جزء او الداتا كلها برضه. زي الفل. الديليت من اسمها بتحذف الداتا. زي الفل. فاحنا كده عرفنا احنا هنا ليه استخدمنا جيت، عشان عايزين نعرض داتا او صفحه معينه. نعمل كده بقى اوبجكت، نفتح الكونديشن كده. تعالى هات لي الاند ديت عشان نخليها جوه هنا. فتقط كده حطها جوه هنا كده. نكتب ايه هنا جوه بقى؟ عايزين بقى خلاص لو دخل لي على صفحه اللوجن او مرر لي في الباس اليو ار ال كده لوجن، فانا عايز يقول مثلا ويلكم welcome to the login page. زي الفل. تعالى بقى نشوف الكلام ده هيشتغل ولا ايه الدنيا. زي الفل. احنا هنا دلوقتي هنعمل ريفرش كده، احنا واقفين على مسار لوجن. تعالى بس كده نعمل مثلا، ولا اقول لك ماشي يلا اعمل ريفرش. قال لي welcome to the page the login page. زي الفل. طب تعالى كده نخش على اي حته تانية كده، مثلا نكتب مثلا اي حاجه كده بعد اليو ار ال. هتلاحظ حاجه دلوقتي، هيفضل يعمل لود ومش هيقف. ليه مش هيقف؟ اصلا انا هنا قلت له اف لو في الحاله دي بس تعمل لي اند، فعشان كده ما وقفش ومش هيقف اصلا. احنا لازم نعمل اند في الاخر هنا، بس ايه مش هنعمل اند دلوقتي، هنعمل راوت كمان. فرجع لي دي بس كده على لوجن الاول كده، خليها لي كده على لوجن عشان ايه يوقف لود. ونيجي هنا نعمل كمان راوت else if راوت كمان اسمه مثلا request اعمل request دوت يو ار ال equal مثلا ايه register. زي الفل. نكتب مثلا هنا and request dot method هتبقى برضو http هتبقى برضو get عشان احنا هنعرض داتا. افتح البادي، هات لي بقى الرسالة دي كلها كده، وهنا اعمل لي register. زي الفل. تعالى بقى نجرب كده، هنجرب نعمل كده نروح على register شوف هيعمل حاجة. register. لاحظ معايا هنا الاول ان هنا بيقول لي welcome to the page the login page. تعالى كده لما اضغط على انتر هنا كده welcome to the register page. زي الفل. تعالى نخش على مثلا اي رابط تاني، مثلا اعمل اي حاجه كده. استنى ارجع تاني زي ما كان، دقيقه واحده ارجع تاني زي ما كنت. انت اللي جابهولي ده ما علينا، اشيل ده كله. http اهوت هيفضل يعمل لود، هو على باك سلاش اهوت، المفروض على باك سلاش سوري المفروض على سلاش، بس هيفضل يعمل لود. هيعمل لود ليه؟ علشان احنا هنا ما قلناش اند، ما فيهوش اصلا، ما قلناش ان في كونديشن على المسار ده اصلا. احنا دلوقتي عايزين نعمل else بقى في الاخر. هيقول له ايه بقى؟ هنقول له لو خلاص بقى دخل لي على اي راوت تاني، قول له ايه مثلا، شيل لي كده الكلام ده not found page. سيف، اعمل بقى ريفرش. انا على السلاش اهوت هيقول لك not found page. خش مثلا على اي حاجه في الدنيا كده اهوت، ومش عارف انت مصر ليه تشيل اللوكال هوست يعني. http لوكال هوست. بص تخش على اي مكان في الدنيا كده هيقول لك برضه نوت فاوند بيج. طب تعالى كده نخش بقى على اللوجن تاني كده نشوف هيكتب حاجه تاني ولا ايه. هيكتب لنا ويلكم تو ذا لوجن بيج. ودي يا صديقي كانت فكره الراوتنج. وبس يا صديقي كده احنا شرحنا الراوتنج وكمان شرحنا اليو ار ال والميثود. وبس يا صديقي عايز اقول لك في النهايه لو في اي مشاكل او اي حاجه وقفت معاك ما تنساش تقولها لي في الكومنت او تبعتها لنا على الجروبات بتاعتنا. اشوفك في فيديو جديد ان شاء الله، وسلام.